كل واحد ياخد اليومين دول باله على صفحته وجمهوره، لان انا مش عارف الدنيا رايحه بينا على فين. حضرتك بيضحك عليك المنافس بتاعك او الميديا باير اللي عند المنافس او ايا كان هو مين، رابط البوستس بتاعتك اللي انت شغال عليها سواء كان كونتنت اورجانيك او كان ممول ببعض البرامج بصفحته. لما حضرتك اي حد من الجمهور بيدخل يتفاعل يسالك بكام او يسالك التفاصيل او السعر، بيتبعت له رساله من صفحه المنافس دايركتلي، لان البوست ده بيتراك او مربوط ببعض البرامج بصفحته هو. فحضرتك تيك كير، اي بوست تشغله اورجانيك او اعلان ممول حط عليه كومنت من يوم للتاني وتشوف هل المنافس بتاعك هيبعت لك رساله اوتوماتيكلي، لانه وانس ان اي حد من الجمهور حط كومنت بيتبعت له في وقتها رساله من المنافس بتاعك عشان يبيع له. هما بيستحلوا الحرام، انت بتتعب وبتشقى وبتشتغل وبتعمل ممول وبتجتهد يمين وشمال، وهم بدون اي شيء ولا اي تفاصيل انت يتحط كومنت عندك هم يتبعت لهم. وحصلت معايا انا شخصيا، مش بقول لك بقى كسؤال، عميل اتصل بالشركه اللي انا شغال معاها دي بيعمل معاها مشكله ان انا دافع الفلوس ومحولها بقالي فتره ومحدش اهتم ولا كلمني. فين وفين اكتشفنا ان منافس ومعروف لينا كلنا، المنافس ده بكل بساطه هو عامل تراكنج للبوست، اول ما هو كعميل سال اتبعت له من صفحه المنافس ده وتم معاه الديل وباع له نفس الخدمه وخد منه الفلوس، ولولا احنا خدنا بالنا كان زماننا في مشاكل كتير مع العملاء. تكر، وعي اي حد بيعمل ممول، وعي اي حد شغال بيعمل اعلانات، وعي اي حد صاحب مشروع وبعت له الفيديو ده.